السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة معانا احب الوصفات الى قلبي وقلب الناس كلها، محشي الكرنب يا جماعة. بصوا، تيجي الشتاء وانا معروفة طبعا في البيت كله لازم اعمل محشي. لازم يعني كل اسبوع لازم اعمل محشي اول ما تبتدي الشتاء. بصوا، حاجة كده تحفة وطعم يجنن يجنن. محشي يعني بصل كتير وسمنة كتير. فرمت كده بتاع 5 بصلات في الكبة. بصوا، هسيبهم يخشنوا كده يا بنات. بصوا، عايزاهم يدخلوا كده في مرحلة الخشونة. عارفة لما بتعملي بصل الكشري كده ويبتدي ينشف معاكي؟ بس كده هنبتدي يستوي كده البصلاية. نزلت بمعلقة صلصة، آه، صلصة جاهزة. آه، هتديها كده لون حلو وتسكيرة حلوة. طبعا حطيت على البصل ملح وفلفل، وبعد كده هنطعم برضو باقي التوابل. بصوا المحشي اللي بعمله، وكملوا الفيديو للآخر والله هتستفادوا. في تركات كده حلوة كتير بيطلعوا تحفة. وكمان بطشه كده بالسمنة في الآخر، بيخلي الصباع ينزل كده لوحده مفلفل. هنزل كده ب5 طماطمات حلوين مضروبين في الخلاط او الكبة. انا ضربهم يعني في الكبة، مش عايزة فيهم مية كتير، فاهمين؟ عشان عايزاها كده الخلطة بتاعت المحشي او التغذية تتسبك كده تسبيكة حلوة. آه، معايا بصوا، انا عاملة المحشي على القناة كذا مرة يعني، وكذا طريقة مختلفة. وطبعا كلنا شاطرين وكل حاجة، بس يعني زي ما بيقولوا كل واحد وليه نفس في الأكل بتاعه وليه طريقته. هنا حطيت ملح وفلفل تاني عشان التخديعة تتسبك معايا. عايزة الحاجة تتسبك لازم تحط الملح والفلفل. نزلت كده بكمون. كمون صحيح على فكرة، مش بحطه مطحون، يعني لما متاح عندي مطحون بحطه. رشة نعناع كده. بصوا بتفرق وما تخافوش والله بجد. بتدي المحشي طعم حلو جدا. نسيت اقول لكم ان انا ضاربه في الطماطم قرن فلفل اسبايسينا بهارات محشي، برضه بيخلي المحشي في حتة تاني. ضربت قرن فلفل سبايسي مع الطماطم عشان تديله كده الشطشطة الحلوة. انا محطتش الشطة هنا، اكتفيت بالفلفل لانه حر جدا جدا. وحطيت بهارات المحشي وهسيبها كده تتسبك. هتعرفوا ازاي الطماطم التغلية اتسبكت معايا؟ بصوا المادة الدهنية عازلة كده على الوش اهو، كده هتعرفيها معايا اتسبكت، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا لما ضربت البصل حشت اللي انتوا شايفينه ده، بحطه بعد ما التغذية تتسبك، بتديه كده طعم وتخليه في حتة تاني خالص. نزلت حوالي بصلاية، بشيلها وهخليها على جنب. نزلت بيها زي ما انتوا شايفين كده، اقسم بالله بتخلي الطعم رهيب. جربوا طريقتي ان شاء الله مش هتندموا. الطريقة دي تحفة بجد، بتخلي. انا عايزة اقول لكم نسفنا بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا طبعا ليهم. حلة المحشي بجد والله العظيم، وخصوصا لما بيكون طالع جديد كده وشتا زي ما انتوا عارفين طبعا. هنا نزلت بالرز غسله طبعا ومصفياه. الرز ما بيتنجعش، الرز المصري يا بنات، عشان مش ما يعجنش معاكي. بس تكتفي انك تغسليه غسله حلوه جدا وتصفيه. طبعا بعد ما التخديعة تتسبك تنزلي بالرز. هشوح كده الرز كله النار، كل ده على النار وانا النار مهدياها. الصلصة دي كنت بعمل فول بالقوطة، كنت بحط بسبك يعني الناحية التانية اللي انتوا شايفينها. كنت بعمل فول بالصلصة حلو جدا بحبه. وبعدين انزله لكم ان شاء الله. بصوا كده، هشوح في الرز. طبعا انا حطيت كل توابلي، التوابل كلها وكل حاجة. فاضل معايا الخضرة. انا طفيت كده يعني. بعد كده هنزل بالخضرة. الخضرة اللي انا مفرزاها نزلها على القناة طبعا لسه قريب. بصوا المنظر، اللون بصوا اللون يعني تحفة بجد. يعني الخضرة المفرزة تطلعيها على الوصفة على طول وتقلبي كده
عشان ما تسودش منك. طبعا شوفوا المنظر يتحدث عن نفسه. جربوا الطريقة بتاعت الخضرة برضو سهلة وبسيطة وبتحتفظ باللون بتاعها ومش بتبوظ معاكي. طبعا هنا كده خلصنا تسبيكة المحشي وهنركنها على جنب. جبت حلة على النار فيها مية، حطيت معلقة سكر، ما تحطيش ملح، حط سكر عشان ما يجلدش معاكي، خصوصا لو هتخزنيه حط سكر، ما تحطيش ملح. حطيت معلقة كمون عشان الغازات وكده. نزلت بالورق، طبعا هياخد غلوة بس وتطلع على طول لان ما بيستحملش، اوعى تسيبيه يعني. وبعد كده خلصت سلق الكرنب. حطيت بعد ما وضبطها حطيته في القعر العيدان وكده. بصوا طبعا تعرفي الخلطة بتاعت المحشي ناجحة تكون معاكي ناشفة، ما فيهاش صلصة كده ولا صيصة معاكي. لما تخلي تكون ناشفة كده يبقى انتي تمام. هنا بصوا وضبط الورق بتاعنا. قطعته كده يعني متساوي زي بعض كده الورق. هاخد الورق الاخضر احطه يعني من تحت، لانه بصوا بيكون بيستحمل السوى عن الورق الابيض طبعا. تمام. وبحط هنا العيدان في قعر الحلة عشان طبعا ما يشطش معايا والكلام ده. هلف معاكم كده الكمية كلها وهوريكم طريقة التسوية وايه سر الطشة بتاعة السمنة بتاعة المحشي بتعمل معاه ايه. صلوا على النبي كده في الكومنتات وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسوش الصلاة على النبي يا بنات، كل حاجة كده انتوا قاعدين تصلوا على النبي وتستغفروا. والله بجد يعني بيخلي الإنسان في راحة نفسية. هنا طريقة التسوية، حطيت قرنين فلفل تاني يعني عشان طعم الحكاية سبايسي، حشيتهم برضو. حطيت بصوا مرق الدجاج وهنزل كده الشوربة برضو مطعماها ومظبطاها كل حاجة فيها طبعا ومحبشاها. بصوا هغطي المحشي، الشوربة تغطي المحشي ما تخافيش عشان ايه الرز يستوي كويس. وهنا ورقتين خضر غطيت بيهم الحلة. وبعد كده لاحظوا ان انا محطتش مادة دهنية لسه. كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتشوفوا التركاية بتاعتي. هنا غطيت الحلة واول حاجة النار عالية وبعد كده يبتدي يتشرب، هدي النار شمعة. هنا يا بنات كان خلاص يعني دخل على التسوية. يعني بصوا 5 دقايق تاني وهطفي. تمام، يعني 5 دقايق وهطفي. هنا سيحت معلقتين سمنة بلدي محترمين كده حلوين وهطش بيهم زي ما انتوا شايفين. بصوا الطشة هتطش كده المحشي بيها. ليه بتعملي كده يا ام محمد؟ عشان ده بيخليه مفلفل الصباع كده زي ما انتوا شفتوا اول الفيديو، الواحدة بوحدتها، وبتديها طعم اقسم بالله خطير خطير خطير. هنا ابتدى اللحظة الحاسمة. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا طفيت على طول اقسم بالله وغرفت على طول. شايفين البخار والمحشي تحفة بجد بجد، الطعم خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم بجد. وعملت معاه دجيت بامية كده، بامية ناشفة حاجة تحفة اللهم بارك. يعني الطعم خطير، بامية كده والعيش الشمسي بتاعنا. وكنت عاملة ملوخية بس محطتش منها. نسيتها يعني نسيت اصورها انا وبحط في التصوير. شكرا لكم، شكرا، متابعة حلوين.